وليد ركراكي كان واضح اليوم في الندوة الصحفية، سال الكلام وبدا المعقول. الناخب الوطني حط نقاط على الحروف قبل الماتش الحاسم، ها أهم ما جا في تصريحاته. الركراكي اعتبر باللي هذا الماتش هو نهائي قبل الوقت، وأكد باللي المنتخب واجد ذهنيا وبدنيا لهذا الشوك. وليد قال بالحرف: كنحترموا الخصم ولكن شخصية الأسود هي اللي غتفرض راسها في التيران. وبخصوص الجديد ديال المصابين، وليد خلى الشك قايم خصوصا في قضية أمرابط. الطاقم الطبي خدام ليل ونهار في السباق ضد الساعة، والقرار النهائي ما غيتحسم حتى لآخر حصة تدريبية. المدرب دافع بقوة على بلال والدراري الصغار وطلب باش تنقص عليهم لا بريسيون. وليد مراهن على اللمسة الفنية ديالهم باش يفكوش في راس الدفاع، وأكد باللي الثقة كاينة في الموهبة ديالهم باش يصنعوا الفريق. وعلى ود العقدة التاريخية، الركراكي كان قاطع: نساو الماضي، هذا الجيل عنده عقلية جديدة وما كيتخباش وراء الأعذار. الرسالة وصلات، المغرب ديال اليوم باغي يكتب تاريخ جديد وما خايف من حتى شي سيناريو. تكتيكيا الماتش غيتلعب على جزئيات صغيرة في وسط التيران. وليد لمح الإمكانية التغييرات في الخطة باش نربحوا معركة الوسط، وورقة الصابري تقدر تكون هي الحل باش نرفعوا الريتم ونهرسوا التكتل الدفاعي للخصم. وفي الاخر ركز الناخب الوطني على الفعالية قدام الشبكة والتركيز في الكرات الثابتة. التفاصيل الصغيرة هي اللي غتجيب التذكرة الذهبية. الدراري عازمين والجمهور كيتسنى الفرحة. مربوحة إن شاء الله.